ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. حبة حاجات كده احنا لازم نعملهم علشان ربنا يحفظنا وعشان نكون في حفظ الله وامنه، وعشان ما يمسناش اي اذى ولا سحر ولا عين ولا حسد، ولا حد يقدر ان هو يسلط علينا، ولا حد ان هو يمكر بينا. الحاجات دي مهمة جدا جدا، ما تبطلهاش في يومك كل يوم. اول حاجة ان انت بتقول الدعاء دوت: اللهم إني أعوذ بك من غدر اللئام وما حوته مصائب الأيام. اللهم إني أعوذ بك من غدر اللئام وما حوته مصائب الأيام. بتكرر الدعاء ده 3 مرات. بعد كده بتقول بتحوط نفسك بآية الكرسي، وخاصة لو أنت نازل ورايح مكان، رايح شغلك، رايح في أي مكان، بتكون في حفظ يعني وفي حماية قوة وبحول الله وبآية الكرسي. إن أنت بتقرأ آية الكرسي عن يمينك، بتشاور بصباعك عن يمينك وبتشاور عن شمالك ومن أمامك ومن خلفك وأنت بتقرأ آية الكرسي، ومن فوقك ومن تحتك، ومن بتلف بصبعك كده داير ما يدور حوالين جسمك كله. بتبقى أنت كده وأنت بتقرأ آية الكرسي كده أنت حفظت نفسك بآية الكرسي، ما يقدرش إن هو يقرب منك جني ولا شيطان ولا أي شيء. بعد كده بنقول تاج الذكر 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قولهم 100 مرة صباحا و100 مرة مساء، يعني 100 بعد الفجر و100 بعد المغرب. كده انت يعني ما يقدرش الشيطان ان هو يخترق جسدك، انت كده حصنت نفسك كويس جدا. ما ننساش كمان المعوذات، ان احنا بنقرب ايدينا من وجهنا وبنقرا قل هو الله احد 3 مرات، قل اعوذ برب الفلق 3 مرات، قل اعوذ برب الناس 3 مرات، بتقول آية الكرسي 3 مرات، وبتقول آخر آيتين من سورة البقرة وسورة النور بتقولها 3 مرات، وبتمسح بيهم على وجهك وعلى جسدك وعلى كده، وبتنزل بقى بتروح مثلا أي مكان، بتبقى أنت مش خايف ولا قلقان من أي حاجة ممكن تحصل لك. نحافظ كمان على أذكار الصباح والمساء، لأن دي مهمة جدا جدا. أذكار الصباح والمساء بتحميك من كل عين، من كل حسد، من كل أذى، من كل تسليط ممكن حد يسلطه عليك. وطبعا الحسد بيذهب بالناس للقبور، يعني ممكن بس حد يبص لك بصة تلاقي نفسك حصل لك مصيبة، حصلت لك مشكلة، تلاقي فيه إصابات في جسدك أو في وجهك أو في شعرك، على حسب الشخص دوت حسدك في إيه. لو حسدك على عملك تلاقي نفسك ممكن سبت عملك، لو حسدك على مالك تلاقي الحياة بتتدهور معاك وتحصل لك مشاكل مالية وضوائق والدنيا بتتلخبط وحالك بيتبدل. وعايزة أقول لكم إن الحسد بيبقى أصعب وأقوى بكتير جدا من السحر. فالحسد دوت بتبقى عين قديمة بتسكن في جسد الشخص، عين مع عين مع عين، بتوقف للشخص دوت حياته نهائيا. وساعات في ناس ربنا يحفظنا ويسلمنا بيموتوا بسبب الحسد وبسبب العين، وده كتير جدا وبنشوفه كتير جدا في هذه الأيام. لما تكون رايح مكان وخايف ان مثلا حد هيحسدك، او خايف من شخص معين، او خايف من اذى معين، بتفضل تردد اسم الله الحفيظ من اول ما بتنزل من بيتك لحد ما بترجع، وتقول يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ، طبعا في سرك وانت بتكررها مش بعدد، لحد ما بترجع لبيتك هتكون في حفظ الله وامنه، وربنا هيحميك ويحفظك من كل شر. ما ننساش نقول الدعاء دوت اللي هو: اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. عمرك ما هتسمع خبر وحش ولا هيحصل لك أي شيء، وربنا هيبعد عنك أي بلاء. ولما تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات كده، حتى لو هتحصل لك أي شيء ربنا بيخففه جدا جدا جدا، وبينزل مخفف جدا جدا. واذكار الصباح والمساء مليانه كنوز، واتفرجوا على الحلقه اللي انا اتكلمت فيها قبل كده عن اذكار الصباح والمساء، وازاي ان انت لما بتردد اذكار الصباح والمساء ربنا بيحميك وبيحفظك. بنقول حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم 7 مرات، بتكون في كفايه من كل شر. وما تنساش ان انت تقرا خواتيم سوره البقره من اول امن الرسول لحد اخر سوره البقره، كده ربنا هيكفيك همك وغمك وكل شيء بيهمك في دنيتك. حصنوا نفسكم بالمعوذات، حصنوا نفسكم بالحاجات دي، مهمة جدا جدا عشان ربنا يحفظكم.